مرتب دكتور جامعة قد الدنيا في انجلترا وبالجنيه الاسترليني. ايوه، وانا عارف ان ال10 جنيه دي شبه الجنيه المصري بتاعتنا. طيب لو حسبناها بالورقة والقلم، عشان في ناس كتير سألتني السؤال ده. لو انت يا سيدي دكتور جامعة قد الدنيا في انجلترا، زي ما انا كنت شغال مثلا في جامعة الملكة 13 سنة، في درجة محاضر او محاضر خبير، تمام، بتقبض حوالي تقريبا 50,000 جنيه استرليني، تمام. وقبل ما تيجي تحولهم بالمصري، اصبر علي، اصبر، ما تضربليش 50 في 60 وتقول لي دول 3 مليون جنيه مصري. اصبر عليا، هناخدها بالورقة والقلم مع بعض. طيب ال 50,000 جنيه دي مثلا، او 51,000 جنيه، لما تيجي تقسمها على 12 هيطلع لك حوالي 4400 جنيه استرليني. ده قبل الضرايب. حلو، لان البلد دي ايه، الضرايب فيها ما شاء الله. يعني على رأي، عارفين المقولة بتقول لك ايه، كاتش مي اف يو كان، هنا بيقول لك تاكس مي اف يو كان. في ضرايب على كل حاجة، ضرايب على الارض وعلى الايجار، ويعني شوية وهيعملوا ضرايب على الهواء. المهم، خلينا نقول ان مثلا مرتبك يا سيدي 4400 قبل الضرايب. تعال بقى خد الضرايب والناشونال انشورنس والمعاشات ومش عارف مين، هيطير منهم 1400 جنيه من قبل ما تشوفهم اصلا، تمام. خلاص، ده كده 1400 جنيه طارت. طيب دخل معاك كام كاش ان هاند، بيسموها الفلوس اللي جت في ايدك، 3000 جنيه. حلو، هنكتب كده الرقم هنا 3000. طيب دول 3000 جنيه استرليني جو في ايدك. طيب تعالى كده، اول مصروف عندك وده اكبر مصروف، الايجار. الايجار انا في حالتي انا مثلا 1600، تمام. هيفضل كام؟ هيفضل 1400 جنيه استرليني. حلو كده، ادي الفلوس اتقصت للنص من اول مصاريف. طيب يبقى كده انت عندك الايجار 1400، 1600، يبقى كده فاضل معايا 1400. طيب ال 1400 دي في ضريبه للبلديه، تمام، او اللي بيسموها الكونسل تاكس. الكونسل تاكس في حالتي انا بدفع 230 جنيه كل شهر، هنقول 200، تمام. دي اللي هي ضريبة البلدية، الناس اللي بتيجي تاخد المخلفات او الزبالة عزكم الله من قدام البيت وكده. ده يا سيدي يعني 200 جنيه كل شهر، تمام. حول دي المصري ولا ما بتحولهاش، مش مشكلة. طيب هنبقى 1200 كده، 1200 جنيه. حلو. طيب تعال بقى، انت اكيد هيبقى في كهرباء وغاز ومية وانترنت وموبايل، كل دول على بعض 300، تمام. انا في حالتي انا الكهرباء والغاز لوحدهم اكتر من 300. هنقول كهرباء وغاز وميه وانترنت وموبايل 300. كده فاضل معاك كام؟ فاضل معاك 900 جنيه استرليني، صح الكلام؟ حلو. طيب احنا لسه ما اكلناش ولا شربنا، خلاص. طيب في حالتي انا اسره فيها 5 افراد. 5 افراد، لو قلنا انه كل واحد هياكل 3 وجبات في اليوم، يعني اقل القليل هنقول 5 جنيه لكل واحد في اليوم في ال3 وجبات. 5 باوند او 5 جنيه، 5 في اسره من 5 افراد ب25 في 30 ب750، نقول 800، تمام. ده يعني اقل القليل، خلي بالكم الارقام 1000 فما فوق، فاحنا خلينا نقول 800 اكل وشرب في الشهر. كان فاضل معانا 900 صح؟ ادي شيل 800، كده فاضل معاك كام يا سيدي؟ فاضل معاك 100 جنيه استرليني. ده اللي فضل من الرقم فاكرين اللي هو الرقم الكبير في الاول. طب 100، احنا لسه ما رحناش مواصلات بقى. مواصلات الشهر كله للعيله بقى. المواصلات قول مثلا 150 جنيه، ده برضو اقل حاجه، تمام. لو معاك عربيه هتبقى مصاريف اكتر. كده احنا الرقم كام؟ -50، تمام. حتى الصفحه ما رضيش تكفي تحت. -50، يعني احنا بدأنا ندخل بقى ايه بالسالب، يعني انت بتدفع من جيبك عشان تقعد هنا، تمام. كل ده احنا لسه ما حسبناش بقى لبس الاولاد، علاج للدكتور، العيال محتاج سفر لو محتاجين نرجع مصر او نسافر، طبعا ده كله انت من جيبك الخاص عشان تعرف تقعد هنا في البلد دي. غير كمان ده المرار الاكبر الفيزا، يعني لو انت على فيزا مرار اكبر، يعني 5000 جنيه استرليني كل سنه، تمام. انا اتذكر مصاريف الفيزا بتاعتي، تمام، لان انا كنت على عقد قصير المدى، دفعت 36,000 جنيه استرليني. 36,000 جنيه استرليني على الفيز بتاعتي، تمام. الفيزا بتاعتي وبتاعت الاولاد وبتاعت الاسره يعني. 36,000 جنيه استرليني دي حولها بقى المصري 2 مليون وربع للفيز فقط عشان ناخد الباسبور الانجليزي. ف ال... ال... ال...
الاعتقاد الشائع بقى ان دكتور في انجلترا وعايش على جبل فلوس، لا يعني الكلام ده مش حقيقي. ولكن برضو الواحد عشان يبقى موضوعي، انت في المقابل بتاخد خدمات يعني الاولاد في مدرسه كويسه، مدارس كنت تعتبر مدارس كويسه، المستشفى بتاخد علاج يعني طبعا المستشفى دلوقتي فيها مشاكل. انا عندي عمر عايز يعمل عمليه في اللحميه، قاعد على الويتنج ليست في الانتظار سنه ونص دلوقتي. فالانجليز دمهم بارد خالص في حته NHS والمصاريف بتاعه المستشفيات دي، او وقت الانتظار بتاع المستشفيات. ولكن الى حد ما انت يعني لو في حاجه طارئه بيعملوها بصراحه يعني. لكن لو حاجه بتستنى، لا بقى استنى، يعني ممكن في الانتظار سنه ونص. فالشوارع نظيفه والشوارع كويسه والبلد كويسه، بس في المقابل انت بتدفع ثمن الخدمه دي. فهي الفكره ان انت، هل انت فعلا يعني الاعتقاد بقى دكتور جامعه ونايم على فلوس استرليني كتير؟ لا، ما فيش الكلام ده. تمام. معظم دكاتره الجامعه في انجلترا ناس غلابه. وعاوزكم بعد الفيديو ده تنزل كده تعمل تاج لاي حد دكتور جامعه وتقول له اني اسف، يعني لو انت كنت واخد يعني صوره في دماغك عن انه هو يعني ما شاء الله قاعد على جنيه استرليني. ده عارفين ده ال 20 جنيه دي بكام في مصر دلوقتي؟ المشكله ان انت بعد نهايه الشهر الفلوس بتروح مع الضرايب والكلام ده كله، يعني حاجه. واللي بقى يعني بصوا، الفرود يعني اللي بيعدي في دكاترة الجامعة وبيعيش ويستقر هنا ويبقى راجل متميز وشطور وأمور خالص، يعني بيحصل ايه؟ ان هو اول ما بيجي يستقر ما بيرضاش يقعد في الايجار. الراجل عاوز يشتري بيت عشان يستقر. تعال بقى خش في مشكلة البيت والمورجج والضريبة العقارية، مرار طافح. يعني المورجج لوحده ده، اسعار البيوت هنا يا جماعة لو حولتها بالمصري بقى تدخل في 35 مليون جنيه مصري. فالقصه ان انت بتشتري بيت وبتبقى على مورجج لمده 20 سنه مثلا. انا لما جيت احسبها لقيت ان دكتور الجامعه، الراجل اللي بيلبس بدله ومحترم وما شاء الله وبيقدم خدمه للمجتمع، بيروح بالقرض ده اللي خده من البنك، بيشتغل تقريبا 7-8 سنين من حياته مرتبه رايح للبنك عشان يدفع الفوائد بتاعه المورجج وكده. فدي مشكله كبيره يعني. ده بقول لكم، ده اللي هو ايه، اللي نجح ودخل الداين بقى طول عمره يعني. ففكره ان انت ان دكتور جامعه وعايش على يعني كوم فلوس، الكلام ده ما بيحصلش. ولكن برضو على الناحيه الثانيه مش الوضع مزري يعني، لا الحمد لله الامور طيبه. ولكن مش زي اللي في دماغ الناس يعني. تمام. الناس في دماغها بقى ان انت دكتور جامعه في انجلترا وعايش على يعني بتنام على جنيهات استرليني، ما فيش الكلام ده. فيعني وجب التنبيه والتصحيح للمعتقدات اللي الناس في دماغها. فعشان كده زي ما قلت لكم، لو تعرف دكتور جامعة في انجلترا او في اوروبا يمكن كمان، يعني اكيد الحوال كلها زي بعض، فحطوه في الكومنتات تحت واكتب له اني اسف. يلا، السلام عليكم.